السلام عليكم. هذا الفيديو يكون هو قصة من جانب آخر لحقيقية لمعركة واد المخازن، وفي نفس الوقت جواب الخونة اللي تيسترزقوا على المغرب وتسترزقوا في اللايفات وتيقولوا هذاك الدفاع هو دفاع السلاطين المغاربة في الأرض وفي الواقع، واستشهاد من أجل المملكة المغربية. منهم من استشهد على الجواد ديالو هو مريض كالحسن الأول بدار زيدوح، ومنهم من استشهد باغتيال من طرف العثمانيين وهو مولاي الشيخ سنة 1557، ومنهم من استشهد داخل المعركة وهو عبد الملك، الذي أتوا الصليبيين كلهم من أجل باش يدخلوا المملكة المغربية، لكن واجههم كما واجه الخيانة ديال الأخ ديالو اللي كانت تمشي فيها المغرب كلها للبرتغال، بينما المغاربة أقاموا الأرض ومن عليها. يا خيل الله اركبي، فاليوم يا المغاربة إما أن تبقوا مسلمين أو نصرانيين. هكذا كان يقال في القبائل من أجل تجيش الشعب المغربي ويمشي لمعركة واد المخازن. أشنو قال عبد الملك لسيباستيان وكيفاش جرت هذه القصة؟ كلنا نشوف هذا الفيديو. جواب على الخونة اللي تيسحبوا هما في مواقع التواصل. راه حرب، بل الحرب هي اللي كانت عند جدودنا اللي خلوا لنا الأرض بالروح ديالهم بالدماء ديالهم، وليس من أجل دريهمات في اللايفات. إن سطوتك قد ظهرت في خروجك من أرضك وجوازك العدوى، فإن تبت إلى أن نقدم إليك فأنت نصراني حقيقي شجاع، وإلا فأنت كلب ابن كلب. هكذا قال عبد الملك السعدي لسيباستيان فجا من البرتغال ودخل القصر الكبير اللي كان تابع لهم، ووقف جنب العرائش جنب القصر الكبير، وأعلن الحرب على المغرب ب20,000 محارب، معظمها ما كانش فيها الجيش البرتغالي بل كانوا فيها الصليبيين كلهم، اللي أعلنوا باش المغرب حياة أو موت تصبح نصرانية، انتقاما لما عمله المسلمون في الأندلس 840 سنة وما عمله المرابطون في الفترة الثانية ما يقارب 400 سنة، هم والموحدون والمارينيون. فكان انتقام للصليبيين حيث جيشوا 20,000 من أجود مكين من المحاربين، منهم القبائل الجرمانية، ومنهم البابوية اللي كانت تحكم روما لاتسيو حتى قربت المملكة البندقية هنايا. وهنا غيجيبوا هذاك القوام كله بأوعر مكين عندهم. وكذلك السويسيين سويسرا اللي كانت تتسمى الجيش المدفوع إليه أو الجيش الصليبي، كانت يتخلص باش يحارب، وما كانت سويسرا ديال اليوم في الغناء ديال اليوم. تنتكلموا على سنة 1578. كيفاش جرى حتى عبد الملك وأحمد الذهبي قلبوا الفيستا على العثمانيين؟ كيفاش العثمانيين كانوا احتضنوهم من بعد ما خوهم كان جرى عليهم وهما صغار، هما والأم ديالهم ومجموعة ممن كانوا عطاو الولاء لمولاي الشيخ. وفي نفس الوقت من بعد ما تقتل مولاي الشيخ عبد الله الغالب قلب على خوته، نعم قلب على خوته رغم أنهم كانوا صغار. تنعرفوا أن عبد الملك كان عنده 15 سنة وأحمد الذهبي كان عنده 8 سنوات. دخلوا الأقرب منطقة ديال الدولة العثمانية اللي كانت أصلا ضد في عبد الله الغالب، اللي كانت دارت معاه معركة واد اللبن انتقاما للأب ديال هاد الثلاثة اللي هو عبد الله الغالب، أحمد الذهبي وعبد الملك. وعبد الله الغالب هو الكبير فيهم، دا الحكم ودخل فاس وطرد الإخوة ديالهم مع الأمهات ديالهم. فاش يمشيو للدولة العثمانية يسافروا معاهم في الدولة العثمانية حتى يكبروا ويشاركوا في معارك مدة 17 سنة وهما منفيين، حتى يشاركوا في معارك وما قدروش يرجعوا للقوة ديال عبد الله الغالب في المغرب. وعبد الله الغالب ما عيطش عليهم وما اتصلش بهم وخلاهم مجليين 17 سنة واحتضنتهم الدولة العثمانية. كما من بعد هذه المعركة البرتغال وإسبانيا تحتضن مولاي الشيخ باش دير منه سلطان وترجع للمغرب. هادشي اللي كانت تدير الدولة العثمانية، احتضنت هذوك الأطفال أو الشباب باش دير منهم شجعان وتدخل بهم للمغرب. وهذه السياسة معروفة في سياسة الحروب منذ نوميديا، ومنذ كذلك الحكم الروماني لشمال افريقيا، حيث قتلوا جوبا الاول ودوا الابن ديالو وربوه في روما باش يرجعوه ويستعمروا به القبائل الامازيغيه اللي دخل ودا نوميديا ولا هو اللي يحكم موريتانيا وكلها كامله، لا بموريتانيا القيصريه لا الطنجيه. وكذلك يعقب يجي ولده بطليموس اللي يقلب على الرومان وما يرضاوش ويقتلوا بطليموس وتمشي موريتانيا الطنجيه الى في 40 بعد الميلاد.
بعد ما بداو تيجيشوا في هاد الشباب 17 سنه باش يدخلوا المغرب، يموت عبد الله الغالب سنه 1574 تعطى الحكم للولد ديالو اللي هو محمد المتوكل. هذا الشيء لا يفرقع الرمانه ويقول لهم عبد الملك واحمد الذهبي اليوم نمشوا لبلادنا، زيدوا 17 سنه على 8 سنين ولا 15 غتعطيكم ما يقارب 32 سنه عبد الملك وما يقارب 28 شي حاجه لاحمد الذهبي، هو يجوا المغرب بدعم من الدوله العثمانيه، لكن تحت بنود أن الدولة العثمانية عندما ينتصر عبد الملك وأحمد الذهبي يعطيهم ميناء العرائش ويعطيهم 30 ألف طن من الذهب على سنوات. فاش يدخل عبد الملك وأحمد الذهبي يديروا 25 معركة، يعني منها معركة الروكان اللي ينتصروا بها ويجريوا على محمد المتوكل إلى مراكش ويلحقوا به حتى مراكش ويهرب من مراكش إلى سبتة، ومن سبتة يعقب يمشي يعني القصر الكبير ثم يمشي الى البرتغال ويتكلم مع سيباستيان ذلك الشاب اللي كانت عنده شد الملك وهو في 24 سنه و25 سنه، اللي كانت اسبانيا تتسنى هو كيف دير ليه تطيح الحكم ديالو. اسبانيا تعيط على عبد الملك الذهبي وعلى احمد الذهبي وتقول لهم انا غنخرج من هذا الشيء وما نتحاربش معاكم، علاش تسنت هي غير فرصه باش دي سبتة، راكم عارفين من بعد هذا الشيء كامل اللي كانت تحكمها البرتغال. يقولوا ليهم حنا نعاونوكم ولكن غنصم بكم ما نهضروش في هذه المعارك. سيباستيان مشى عنده متوكل ب 500 جندي مغربي، قال لي هنجيب لك ما يقارب 20,000 حتى 22,000 محارب صليبي وندخلوا بدون ان يدعمنا الجيش اللي كاين في شمال المغرب اللي كانت تحكمه البرتغال كذلك. يبدا المعركه هي اللي قلنا ان عبد الملك بدات ينده في الناس في القبائل المغربيه كلها، يا جيش الله يا خيل الله اركبي، اليوم اما ان نبقى مسلمين او نصبح نصرانيين. هكذا المغاربه كلهم مشاو بقوام جيش اللي وصل ل 50,000 واحد، وصلوا يعني لمنطقه القصر الكبير، وهنا بدات المعركه ديال 3 ملوك، سيباستيان، محمد المتوكل، وعبد الملك. اما احمد الذهبي كان تسمى امير لانه كان تابع الاخ ديالو اللي دار 25 معركه مع محمد المتوكل اللي كان مريض هو سن 32 سنه. وهذيك الطريقه اللي ضرب من مراكش الى شمال المغرب اللي قال فيها المقوله اللي قلنا الاولى، لا سيباستيان زعما قال ليه جي عندي او بقى بلاصتك غنشوف. هذاك الشيء اللي استجب ليه سيباستيان وتكبر مع راسه وقال الله تنبقى هنايا، وهذاك الشيء اللي بغى عبد الملك باش يجي لهذيك المنطقه اللي حافظها وعارف يعني المنطقه الجغرافيه ديالها. هنا تبدا المعركه ويبدا عبد الملك وحده، واحمد الذهبي بقى في جوارها في الجبل في الناحيه الغربيه. هذا الشيء جاء من معركه يعني ديال الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان نفس الخطه دارها خالد بن الوليد، ويدخل عبد الملك في معركه حتى يدخل عليه الجيش البرتغالي وما يخليهمش يشرجيو المدافع ديالهم، ويبدا يعني يبداو يندهوا الجيش ديال احمد الذهبي اللي يدخل بالفرسان. هنا اجرى يعني الخطه الكبرى اللي تسقط الجيش البرتغالي ويتم كامل تبقى فيه 500 واحد اللي ترجع تهرب باش تدخل المجال اللي تتحكم فيه البرتغال حين ذاك. هنا غيمشي معاهم ما تبقى من الاسره ديال 500 مغربي اللي كانوا مع محمد المتوكل او المسلوخ مات، سيباستيان مات، وعبد الملك توفى لانه كان مريض بسبب الاثار ديال المعارك كلها اللي مرت عليه في هاد السنتين مع محمد المتوكل اللي هو كان يهز العبء ديالها. هنا نقول المغاربه ان ملوككم استشهدوا على هذه الارض، منهم كذلك الحسن الاول اللي هرب من قبائل رحامنه وهرب من يعني قبائل اللي طارت عليه ومات متاثر بالالم ديالو وبالمرض ديالو، منهم مولاي الشيخ اللي قطع راسه، منهم ادريس اللي قتل بالسم، ومنهم راشد الذي قتل بالطعن. منهم ملوك استشهدوا على هذه الارض وخلوها لك متحرر اليوم، وما زالت تتسنى فيك تحرر سبته ومليليا والجزر، وما زالت عندك تحديات اقتصاديه رياديه باش تحمي هذه الارض، ماشي تكون خائن في المواقع التواصل تبيع الناس يعني الوطنيه بدريهمات بوريدات. مجدودنا يعني استشهدوا على هذه الارض باش يخليوها لكم رجال 17 سنه وهم تيحيحوا فيهم باش يطيحوا المملكه، لكن عبد الملك واحمد قلبوا على البرتغال وعلى العثمانيين والبرتغال وقالوا تبقى المغرب حره ابيه، احب من احب وكره من كره.